الهلال الأسود. الهلال السوداني وتاريخ حافل من التعصب تجاه الأهلي المصري. منذ عام 2019 وتولي المستشار تركي آل شيخ الرئاسة الشرفية لنادي الهلال السوداني، اتغيرت نبرة الجمهور والمسؤولين السودانيين تجاه الأهلي المصري. زي ما قلت لكم مش عايزين بطولة ولا عايزين نمشي لقدام، نحن عايزين نغلب الأهلي بكل السبل. نحن هنغلب الأهلي، نحن هنغلب الأهلي. الأهلي لازم يتغلب بكل السبل. بص على الليزر ده، هيكون في 15,000 ليزر في عيون الشناوي. 15,000 ليزر في عيون الشناوي. بإذن الله الشناوي هيكون له آخر ماتش في البطولة في حياته كلها، لأنه ما بيشوفش تاني. وبعد تهديدات الجمهور السوداني لعب الأهلي المباراة تحت حراسة الشرطة، ولكن بدون أي فايدة، لأن الجمهور السوداني اقتحم الملعب وكان هينفذ تهديده ويذكرنا بأحداث بورسعيد، ولكن المرة دي كان هيبقى في استاد المقبرة السوداني. لكن السؤال هنا، هل الأهلي فرط في حقوقه لما نزل بيان بعد المهزلة دي وقال إن المصريين والسودانيين إخوات؟ مفيش حد مقتنع باللي إدارة الأهلي عملته. أولا، الكاف منع اللعب بجمهور نهائي على استاد المقبرة بعد مهزلة مباراة الهلال أمام الأهلي في 2019، ولحد يومنا ده مفيش لعب بجمهور. ثانيا، ظهر علينا الإعلامي أمير هشام على قناة النهار وانتقد إدارة الأهلي وقال لو تفتكروا الأهلي في 2019 لما حضر الجمهور المباراة وحصلت الأزمة ونزل الجمهور الملعب والحمد لله ربنا سلم وما حصلش أي كارثة، فالأهلي هنا تعامل معاملة الكبار، وساعتها الأهلي نزل بيان كان الهدف منه حماية الهلال من عقوبات الكاف. بس خلينا نشوف، هل الأشقاء في الهلال صانوا الجميل ده؟ احنا شفنا، بس يعني الكاميرا ما جابتش ايه اللي حصل، لكن احنا شفنا بعدها كلنا في الفيديوهات ان في خناقه، بس ايه اللي حصل عشان الخناقه دي ما ظهرش في الكاميرا طبعا عشان الناس تعرف. طبعا انت شفت الاهلي كان مغلوب وعايز يلحق ان هو بسرعه يسجل يتعادل يحاول ان هو يكسب. لعيبه الهلال كانت بتضيع وقت، اللاعب وقع في الارض، فدكتور او طبيب الهلال يعني دخل علشان يعالجه في ارض الملعب. فمحمد عبد المنعم مدافع الفريق بيتكلم مع الدكتور بيقول له يعني لو هياخد وقت اطلع عالجه بره علشان احنا عايزين نلعب يعني. فالدكتور راح جاي باصص له وضاحك، وبالعلبه بتاعت البنج ضرب عبد المنعم في وشه، يعني خبطه في وشه خبطه جامده جدا لدرجه ان هو كان ممكن يتصاب في مناخيره اصابه كبيره، يعني لان العلبه كانت قويه. السؤال المهم، ليه كل الحقد والكراهية دي تجاه الأهلي المصري؟ مع العلم مفيش أي تنافس بين الأهلي والهلال السوداني في أي بطولة أفريقية في العصر الحديث، لأن الأهلي دايما حاجز مقعد في نهائي البطولة، والهلال السوداني دايما بيخرج من دوري المجموعات. برأيك، هل كراهية الهلال السوداني للأهلي المصري ممكن توصل في يوم من الأيام لصدمة للبلدين؟ ولا ده تنافس رياضي زي أي فرقتين في العالم؟